معادلة على مستوى الدولة. أما بالنسبة للجماعات، عندما تستولي جماعة على منطقة وتمارس فيها سلطة فإنها تمارس سلطة عصابة، ليس سلطة دولة بالتأكيد يعني. وهي بالتالي عندما تتحدث عن الأمن، هو أمن ليس أمنا في الواقع، هو خوفا ورعبا. ولذلك في كثير من الأحيان يعني مخالفات بسيطة مثلا عقوباتها شرسة لا تتناسب معها. إذن عند هذه النقطة أستاذ محمد، اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعد من قبل زملاء ذهبوا إلى المنطقة التي صور فيها ونقلوا لنا ربما صورة عما نتحدث عنه. مشاهدينا الكرام، لنشاهد سوية هذا التقرير. لم تتعافى أسرة الشهيد علي عبد الله القدمي من مصيبة مقتل الأب حتى يأخذها القدر على غرة إلى فاجعة أخرى، فاجعة اغتيال الشهيد وليد علي عبد الله القدمي، الشاب الذي لم تشفع له حداثة سنه ولا مدنيته وشهادته وحب الناس أمام منطق القتلة. كانت حجة القتلة أن الشهيد كان يقوم بتقديم الخدمات والطعام للنقاط الأمنية التي تقوم بحفظ الأمن في الطريق. قناة يمن شباب زارت منزل الشهيد لتنقل لكم آثار الفاجعة التي منيت بها هذه الأسرة. فكان لقاؤها الأول بالأخ الأكبر للشهيد الذي كان برفقة الشهيد ساعة اغتياله. كان يحمل ابن الشهيد طفل لم يتجاوز العام، لم يدرك أنه لن يرى أباه من اليوم. اسمي إبراهيم علي عبد الله القدمي، الشقيق الأكبر للشهيد وليد التي تم اغتياله في شارع الأربعين وهو راجع من عند عرس. جينا من عند العرس حوالي يمكن الساعة 11، وكان متعاون مع رجال الشرطة، راح يجيب لهم عشاء. عند رجوعنا وجدنا مضب، حصلنا المضب هذا قعدنا عليه. المهم انه هدأ السرعة عند المضب، وما لنا الا بالمجموعة من الحوثيين تشر سلاحها علينا بدون اي مبرر، وتم اطلاق النار. ما ادري كيف انا نجوت، يمكن باعجوبة، لان انا خرجت من بين الرصاص هذيك. واعتقد يعني متأكد نوع اعتقاد ان كان المستهدف فيها هو اخي وليد. تم الاستشهاد في نفس اللحظة، يمكن حوالي دقيقتين او 3 مجرد ما خرج من السيارة واستشهد على الرصيف. لم يكن الشهيد رجل حرب أو معارك، كان منشدا يردد التراتيل في أفراح الناس وأتراحهم، وكان إلى جانب ذلك يقوم بدوره الوطني المناط به كأي مواطن صالح ارتأى طريق الحق فاتبعه. تعاون مع رجال الشرطة زي ما قلت لك كان تعاون أخوي، كان أي شيء حتى أنه كان يعطي كل نقطة تفتيش رقمه، إذا احتجتم أي شيء أنا موجود، إذا في تحتاجون شيء أنا جاهز. وكان بعض الأوقات تولي يتصل عليهم، ناقصكم شيء تحتاجون حاجة، المهم كان يوصل عندهم كلهم يحترموها اللي في النقاط. شهيد من آل البيت لم تشفع له هاشميته من رصاص الحوثيين الذين أردوه قتيلا بالقرب من بيته. محمد علي عبد الله القدمي، الأخ الثاني طبعا وليد القدمي الشهيد رحمة الله عليه. كان وليد دائما يعني تربطه علاقة جيدة مع أهله جميعا ومع جيرانه وأصحابه ومع كل من يعرفه. طبعا كان وليد يعني منشد ويعني إعلامي في المنطقة هذه، ربما يعني هو أكبر إعلامي في المنطقة، فلذلك كان يعني مشهور جدا في المحافظة، وكان له علاقة تربطهم مع يعني ناس كثير من أصحابه ومحبيه، وكان له دور ونشاط إعلامي لدحر بعض يعني أكاذيب وخدع الحوثيين، وربما لهذا السبب يعني كانوا يحقدوا عليه أكثر من غيره. ربما كان أحد الأسباب أنه دورها الإعلامي في دحر أكاذيبهم، وأيضا لأنه هاشمي، يعني هذا هاشمي وكذا، فكانوا يحسوا أني حاجة يعني بتضرهم قوي، أني تجي هذا الحقائق من شخص من آل البيت ومن الهاشمي الذي يعني كان
يريدون حصر الأسرة الهاشمية كلها تحت ضلالهم وكذبهم وافتراءاتهم وزيفهم. طبعا الشهيد وليد القدمي هو ابن الشهيد علي عبد الله القدمي الذي استشهد قبل استشهاد وليد القدمي بما يقارب 20 يوم، يعني الفارق هو 20 يوم منذ استشهاد الوالد حتى استشهاد أخي وليد القدمي، فالحمد لله على كل حال. لم تكن أم الشهيد بأفضل حال من ولديها، وهي الأرملة والثكلى في آن واحد. لم يجف تراب زوجها ووالد أبنائها حتى تأتي فاجعة استشهاد ابنها وليد لتقضي على ما بقى عليها من الصبر. ابني صار عند العرس يا ابني تعشى معي وافطرنا مغرب وافطرنا وصرنا عرس يا عمران وساقط إذا القدوة أنا راكن إن ابني عند العرس وجابني للبيت ويقول لنا عاد بعشاء قلنا بعشاء خبز ما عاد بش ولا حاجة غيره. قال ما عدتش وانا سردت انا حاجة من المطعم ما سمعنا نزلنا الرصاص غير الخط الدائري وما سمعنا كانوا قتلوا وليد لا دخل السيارة اعتدوا على ابني وغادي بسيارته. أنا أروح على ابني والذي دعوا ابني والذي قتلوا ابني الله ينصرني فيه يدعونه بقدرته ويخرج من بعد ابني يسأل والتعيس عليه واشتي الذي بيقولون مع ابني ويلحقوا بابني ويبصروا من هو الذي باع ابني ومن هو اللي قتل ابني وغادي طريقه. هذه سيارة الشهيد، وهذه آثار الطلقات النارية التي اخترقت السيارة واستقرت في جسد الشهيد. وهذه الصورة التي جمعت الشهيد بوالده الذي استشهد هو الآخر، ولكن قبل ولده بأيام قليلة. فإلى أين يمضي حال أبناء هذه البلاد التي تتصدرها أخبار الموت والقتل اليومي؟ يجول الموت في بلدي ليقتنص أرواح من أراد وبلا ثمن. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عودة إليك أستاذ محمد. يعني هذا التقرير الذي حمل إلينا هذه القصة الإنسانية المؤلمة، وهي ليست الوحيدة، يعني هناك الكثير من القصص، هذا ما ظهر إلى الكاميرا. هذا ما يحدث في الواقع اليمني في إطار الحوثي المنادي للسلم وللمدنية والداعي للحياة. لا أدري يعني من ما أعلق قراءتك لذلك. ما هي أبعاد هذه الجرائم أستاذ محمد؟ طبعا هذا السلوك فيه قدر كبير جدا من الهمجية يعني والوحشية، يعني في توحش. هذا التوحش والقسوة لم يأتي من فراغ، يعني هو نتيجة تنشئة. يعني عند بعض الجماعات المغلقة مثل هذه يعني جزء من فلسفتها وجزء من تركيبتها، وهذه مشكلة كبرى. والسبب الأصيل لهذا كله هو احتكار الإنسان. ليس للإنسان أي قيمة عند مثل هذه